اللهم إني أسألك في يوم الجمعة الفضيل زيادة في الدين، وبركة في العمر، والصحة في الجسم، وسعة في الرزق، وتوبة قبل الموت، وشهادة عند الموت، ومغفرة بعد الموت، وعفوا عند الحساب، وأمانا من العذاب. أسأل الله العظيم أن يحصنك بالقرآن، ويبعد عنك الشيطان، وييسر لك من الأعمال ما يقربك إليه، وأن يصب عليك من نفحات الإيمان وعافية الأبدان ورضا الرحمن، ويجعل لقيانا في أعالي الجنان. اللهم أذق قلوبنا. يا صباح كل حاجة حلوة في الدنيا على عيون حبايبي. ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب كده تكونوا بخير. النهاردة بقى جايلكم بفيديو جديد وروتين جديد. جمعة مباركة كده عليكم وعلى حبايبكم كده يا رب. روتين النهاردة الجمعة بس مختلف شوية عن باقي الروتينات اللي كنت بعملها معاكم ليوم الجمعة. فيا رب كده النهاردة يعجبكم الروتين. بس عايزاكم تشجعوني كده باللايكات، حطوا لي لايكات كتير قوي على الروتين ده. وكمان تفعلوا الجرس بقى لو انتي بقى مشتركة فعلي الجرس عشان يوصلك الاشعار، ولو مش مشتركة اشتركي كده ونوريني باشتراكك ووجودك معايا في القناة. يلا نبتدي الفيديو بتاعنا بالصلاة على النبي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أول حاجة عملتها كده زي ما شفتوا، فتحت الشبابيك ودخلت على طول على المطبخ نجهز بقى الفطار مع بعض. عامله بقى كرواسون كده كنت عاملاه من امبارح، كنت عاملاه من بالليل تجهيزات يعني اليوم الجمعه، وقلت نفطر بيه لتاني يوم. بس فالصراحه تحفه. هينزل لكم في فيديو باذن الله. ممكن ينزل لكم لوحده ويمكن برضو ينزل لكم مع روتين. لسه مش عارفه، وانا مصوراه يعني مع روتين، بس مش عارفه اظبط بقى المونتاج وكده، وباذن الله ينزل لكم في اقرب وقت. بس روتين الجمعه ده هينزل لكم قبله يعني كده، لان انا لسه ما ظبطتش التاني خالص ولا جيت جنبه. بس فعملت كده برضو كوبايتين شاي اهو في المجات الحلوه الجميله دي، اول مره اطلعها الصراحه. بس فقلنا بقى نفطر كده فطار خفيف ولذيذ وحلو، وحاجه بقى كده من قلب البيت. مش هنطلع بقى نجيب اي حاجه من بره ولا كده. لا هو عملته يعني بالليل، قلت كده يسد للفطار بقى بتاع تاني يوم، ويبقى فطار حلو كده ليوم الجمعه، يوم الاجازه، اليوم الحلو ده. بس اهو شايفين بقى طري وحلو قوي، وكان طعمه تحفه. باذن الله هينزل لكم وتبقى تشوفوه ويعجبكم جدا باذن الله. كده خلاص بقى فطرنا الحمد لله. وبعدين بقى كده قلت هقرا يعني سورة الكهف. بحب يعني ان انا اقراها كده يوم الجمعة، او اشغلها كده عندي على الكمبيوتر، على الموبايل. المهم ان انا بحب يعني اسمعها كده يوم الجمعة. فانتوا كده كمان واظبوا عليها ان انتوا تسمعوها يوم الجمعة. حلوة جدا جدا. غير بقى يعني سورة البقرة دي حاجة لا استغناء عنها، ان انا اشغلها كده يوميا. بحب برضو ان انا اشغلها كده يوميا في الشقة، بتطرد بقى اي شياطين اي حاجة. فانتوا كمان اعملوا كده، خلوا القرآن كده يعني مالوا بيوتكم دايما، صوته كده يرن كده في البيوت دايما. لو تقدري تجيبي راديو او حاجة كده وتخليه شغال على القرآن كده ليل ونهار، اعملي كده هيبقى حلو جدا بإذن الله، ويخلي الملائكة موجودين كده في بيتك على طول. فربنا كده يا رب يجعلنا كده من حافظة القرآن كده يا رب، اللهم امين. دخلت بقى كده كمان قلت اولع البخور بقى ده. يوم الجمعة يعني بخور، يعني ايه يعني روايح حلوة وروحانيات كده حلوة في الشقة. فانا مرضتش اولع البخور اللي هو بولع له الفحم وكده، واستسهلت اللي هو العيدان. فولعت بقى كده اهو، كان عندي عود ونص كده ورحت بقى مولعاهم، وقلت هسيبهم كده يفحفحوا الشقة عندي. واصلي بقى كده دلوقتي معاكم، هصلي الظهر يعني بس مش معاكم وانا افرش بس سجادة الصلاة كده معاكم. قلت اصلي الظهر قبل ما نشغل كده في الشغل بقى بتاع البيت وكده، واشوف بقى اللي ورايا. وهنعمل النهارده غدا حلو قوي باذن الله، يعني غدا معظم الناس بتحبه هعمل بس كده دلوقتي القهوه. كان احمد بقى رجع خلاص من الصلاه وكده، وقلت اعمل كوبايه قهوه فوق بيها، وعملت له هو القهوه. قلت افوق بقى بيها كده علشان نستعد كده للغدا بقى اللي هنعمله، والوقفه اللي هنقفها بقى في المطبخ. طول ما انتي دخلت المطبخ خلاص قولي كده يعني سلام عليكم للشقه. ما بتعرفيش كده تلفي نفسك للشقه تاني، بتحتسي بقى ما بين المواعين والحاجه اللي على البوتاجاز، وتظبطي في الرخامه، وتطلعي الاكل من التلاجة. فاللي هو دماغك بتبقى في كذا حاجه في المطبخ، فما بتعرفيش تشتغلي في المطبخ شويه وبره شويه. فانا كنت الحمد لله شقتي كانت نظيفه، وكنت مرتبه السرير يعني اللي كنا نايمين عليه وكده. فكانت كل حاجه عندي متظبطه الحمد لله.
بس انا عملت كده القهوه اهي، هاخدها بقى كده اخرجها، اقعد كده شويه اشرب القهوه وبعدين ندخل على طول على المطبخ. هنعمل ايه؟ هنعمل محشي. مش قايله لكم اكله حلوه النهارده؟ فهنعمل كده محشي، بس هعمله بطريقه سهله جدا جدا جدا. حطي لايك لو لسه ما حطيتيش، وتابعي معايا علشان تعرفي طريقتي السهله المبسطه اللي انا هعملها في المحشي باذن الله. إيه لو انتي بقى مستعجله وكده وعايزه تنجزي، اعملي الطريقه دي هتبقى حلوه جدا. وكمان بقى يعني ما فيهاش تعب، وما فيهاش تعب كمان للمعده، يعني ما فيهاش تعب ليكي انتي، وما فيهاش تعب للمعده كده كمان، معدتك مش هتتعب من من التسبيكه بقى والمحشي والكلام ده كله. فانا طلعت الطماطم، وطلعت بقى كده انا هعمل محشي النهارده فلفل وبتنجان وكوسه، فبجهزهم بقى كده اهو. بعد ما قعدت كده ان انا انقي واطلع ده وهعمل كام واحد واشيل الباقي ومش عارفه ايه، لان طبعا الكميه كبيره يعني اللي كانت عندي. جيت بعد ما قفلت معاكم الكاميرا جيت قلت لا ان شاء الله ما حد حوش، يلا طلعي كله واعمليه. قلت بقى ان هيقعد بقى لحد يوم السوق وكده هيتبهدل بقى معايا وهيبوظ في التلاجة. فرحت بقى مطلعه كله، قلت هعمله. وضبته يعني كده المحشي اللي عندي كده كله. وقلت خلاص، اتصلت على ماما وقلت لها يا ماما لو هتعملي رز ولا مكرونه اعملي حبه بسيطه، وانا هعمل كده هعمل يعني محشي وهطلع لكم بقى كده منه وتدوقوا محشي بنتك حلو ولا ايه. فجبت كده اهو الطماطم اللي انا طلعتها معاكم، وطلعت برضو كده كمان بصل وقرن فلفل اخضر اللي هو الرومي ده، لو حابه ان انت تحطي اللي هو الحراق عادي خالص براحتك جدا يعني. بس فطلعتهم بقى كده اهو، غسلتهم ورحت بقى حطهم كده في الخلاط، بقطعهم كده وبعدين هضربهم كده ضربا مبرحا. ضربتهم وخلاص في الخلاط، وبعدين جيت دلوقتي على البوتاجاز هحط بقى كده عندي على النار اللي هي الفراخ. كنت مطلعه في اليوم ده بط الصراحه، وكنت هعمل بط، وبعدين جيت قلت لا البط هياخد معايا وقت شويه، وانا في اليوم ده كنت عايزه انجز علشان انا كان عندي فرح في اليوم ده. فكنت بقى حابه ان انا اخلص بدري بدري والحق بقى كده اقعد شويه يعني قبل ما البس ولا حاجه، لان احنا كنا رايحين الفرح بدري، كان الفرح يعني هيبتدي بدري وكده. فقلت اخلص بدري بدري بدل ما احط بقى البط على النار وياخد معايا وقت والكلام ده كله، فخلي البط في يوم تاني. شايفين المكونات اللي انا ضربتها في الخلاط؟ بس ما تنعمهاش قوي، ما تخليهاش كده زي الميه، انا عايزاها محبحبها معاكي كده شويه. مش عايزاها يعني ناعمه قوي. بس وهسيبها بقى كده على النار تتسبك معايا كده شويه، بدل بقى ما كنا نحمر بقى البصل على النار والكلام ده كله ويعمل لنا بقى حموضه. لا احنا في غنى بقى عن الكلام ده خالص. وبعدين سهل، لا لسه بقى تقطعي بصل ولا تقفي جنبه بقى لما تحمريه ولا اي حاجه من الحاجات دي بقى كده خالص. وجبت برضو كده كمان اهو اللي هي بقى المحشي معايا، همسكه بقى هوضبه للبناويت الصغيرين اللي مش بيعرفوا يعرفوا يقوروا المحشي وكده. لا اتعلمي، في هاتي نص كيلو كده فلفل وبتنجان، واقعدي كده اعملي مع نفسك وابهري كده ماما، وطلعي لها كده ان انت عامله بقى حاجه كده حلوه. وكمان للمامي بقى الحلوه اللي مريحه بقى اولادها وكده ومخليهم مش عارفين يعملوا حاجه، هي هتعمل ايه ولا ايه؟ خليها دلوقتي تذاكر وتعمل، لا طبعا هتذاكر وتعمل كل حاجه، بس خليها برضو كده ست بيت شاطره من وهي صغيره كده. قعديها كده جنبك، تبوظ صباع تعدل صباع، يعني بيقولك مره تخيب ومره تصيب، فانت خليها كده تساعدك دايما علشان تبقى ست بيت شاطره كده وطلع بنوته شاطره. وجوزها بقى بعد كده هيدعيلك باذن الله، لان انت علمتيها كده كل حاجه، ما خليتهاش كده خايبه وتبقى مش عارفه تعمل حاجه. امهات كتير قوي بتقعد تقول لا هم هيعتلوا الهم من دلوقت، هي مش فيها عتلان هم، انت مش ممكن يعني مش لازم ترمي المسؤوليه كامله عليهم، لا عادي خالص. يعني انت ممكن مثلا يساعدوكي يعني ايدك بايديهم، فهتلاقي الدنيا لذيذة كده وخليتيهم بقى اتعلموا. وعلى فكرة هيكونوا حابين الحاجة، عما تجبريهم كده يعملوا الحاجة وانتي ما تعمليش معاهم، فلا مش هينفع كده خالص ان هم يعملوا الحاجة وانتي ما تعمليش معاهم. بس فانتي ايدك بايديهم هتخلصوا كل حاجة بإذن الله، وهيطلعوا بقى متعلمين وعارفين كده كل حاجة يعني. هقول لكم بس انا عملت ايه. انا بعد ما قورت كده غسلتهم وحطيت لهم كده الملح وبسيبهم كده منقوعين شويه، وبعدين بقى بعمل بقى عادي. هنا بقى الفراخ اهي بعد ما اتسلقت كده نزلت كده بورق لورا، ونزلت برضو كده كمان باللي هو اللهم صل على النبي اسمها ايه،
مرقه الدجاج والملح، وبحط برضو فلفل اسود. حابه بقى تحطي انت بقى اي توابل او اي حاجه تانية عادي براحتك. وبرضو حطيت جزر وحطيت طماطم. فمظبطه كده الشوربه بتاعتي علشان يبقى طعمها حلو، مع ان انا اصلا مش هستخدمها، انا عندي شوربه بط قبل كده من عندي في التلاجة، فانا هستخدمها يعني النهارده. هنا بقى ما كانش عندي خضرة فريش، فكان بقى في خضرة في الفريزر وكده عادي، مش مشكلة خالص، طلعناها. ولو هنعمله كمان من غير خضرة مش هيقول لنا لا برضو. فهقلبها بس كده مع بعض، بتطلعيها من الفريزر على المحشي بتاعك على طول، ما ينفعش تطلعيها وتسيبيها هتسود معاكي ومش هتنفع خالص كده للاكل. هنا بقى فرشت على الارض وقلت لا مش هينفع بقى واقفه خالص كده على رجليا، فقعدت بقى كده على الارض، فرشت فوطه اهو زي ما انتوا بقى شايفين. ما تقوليش بقى مش هبهدل حاجه، لا، ممكن حاجات تقع برضو غصب عنك او كده. فانتي خلي كده يعني مصحصحه كده لكل حاجه، مش هتخسري اي حاجه خالص ان انتي لو فرشتي كده فرشه يعني وانتي قاعده بتوضبي حاجه او بتظبطي حاجه وانتوا كمان قاعدين بتاكلوا. افرشوا برضو كده فرشه، علشان طبعا الاطفال وكده يعني حاجه كده فظيعه. انا بناتي لازم بيقلبوا كده كل مره بيوقعوا، يقلبوا اكل، يقلبوا حاجه. فانا بحب ان انا افرش كده حاجه في الارض واحنا قاعدين بناكل، وربنا يهديهم لنا كده يا رب ويخليهم كده يا رب، اللهم امين. انا بقى فرشه هنا اهو في ارضيه الحله، حتى استغليت الحله دي كانت بتاعه ماما وعندي، فاستغليتها كده قلت هعمل فيها المحشي، هي على قدهم بالظبط. بس فحطيت كده في الارضيه بتاعتها جزر، مسكته غسلته قطعته كده حلقات. انا الكوسه المره دي مرضتش اشرشرها كده من بره، قلت علشان انا عاملاها بقى كده مش عاملاها لوحدها، فحسيت لما بعملها مشرشره وبتتحط مع فلفل والبتنجان بتتهري كده مني. انما انا لا يعني مرضتش اشرشرها، فالصراحه استوت كده كويس وما بقتش مهريه كده ولا حاجه ولا مستويه قوي. هنا اهي الفراخ بتاعتي بعد ما استوت، وبعد ما كنت هعمل بشوربة البط كده اللهم صل على النبي هعملها على المحشي، رحت دلقاها على الشوربة التانية فخلت طعم الشوربة كده كله حلو. وهنا المحشي بتاعي اهو خلص، هشربه كده بقى دلوقتي بالشوربة، وهسيبه بقى لما يستوي خالص وبعدين نبقى نقدمه مع بعض بإذن الله. انا طبعا النهارده بقى ما حطيتش ايدي في المواعين كده خالص، فقلت لا مش هينفع على ما المحشي يستوي اكون انا غسلت كده حبه المواعين الصغيرين الجمال بقى دول، يعني حبه صغيرين، لما لو جاب عليهم بتوع الغدا وكده والحله والبوتاجاز ومش عارفه ايه، فهتلاقوا الحوض بتاعي منظره كده يقفل النفس، ومش هطيق ان انا ادخل اغسل المواعين. فهغسلهم كده بالمره وعلى المحشي ما يستوي، علشان حتى ما تسيبيش كده حاجتك لو انت من نوع النساي وبتنسي كده الحاجه على البوتاجاز، لا صحصحي ليها وما تطلعيش بقى بره المطبخ. خلصي كده لو عندك مواعين، عندك تلاجة عايزه تتظبط، رخامه عايزه تتمسح، تحت الحوض لو عايز يتظبط او يتمسح او كده، استغلي الوقت اللي الاكل بيستوي فيه وانتي روحي بقى منضفه كده تحت الحوض عندك، تنضفي اي حاجه كده محتاجه تنظيف يعني. انما ما تقعديش بقى بره وتنسيه وتدخلي بقى تلاقي الحله خلاص بقت فحميه كده معاكي، فمش هينفع كده خالص. بس فهغسلهم بقى كده على طول في السريح كده اهو. وانا بقى بعد ما خلصت المواعين كان المحشي برضو لسه ما استواش، طلعت بقى جهزت لبسي ولبس بنات اللي احنا هنلبسه في الفرح وكده، وقلت بقى علشان يبقوا جاهزين ما نيجي بقى نخرج ولا حاجه ما نقعدش بقى ندور على ده فين وده فين، هو انا عارفه كل حاجه فين، بس انتوا عارفين الاطفال بيبقى يعني ملايكه، مش هقول اكتر من كده ما بيخلوش حاجة مكانها الصراحة. برفع كل حاجة بعيد عنهم علشان ما يبهدلوليش كده الدنيا، وعلى قد ما بقدر يعني بسيطر عليهم الحمد لله. فانا بقى احط المواعين بقى بتاعتي كده تتصفى. وبصوا بقى حاجة الفطار على حاجات كده كانت برضو من بالليل، يعني مش حاجات، هو كان الطبق اللي هو البينك ده وكان معلقة باين، هم دول اللي كان عندي في الحوض وبس، ما كانش عندي مواعين الحمد لله خالص. قبل ما انام بالليل كنت غاسلة مواعيني ومظبطة بوتاجازي ورخامتي، وكنت مخلصة كل حاجة عندي في المطبخ الحمد لله. حتى الشقة كنت عاملاها امبارح، مسحاها ومظبطاها وكل حاجة. بس فالشقة كانت عندي الحمد لله فله، وكل حاجة عندي الحمد لله متظبطة ورايقة كده يعني. هنا بقى القهوة اهي اللي انا كنت بشربها، فجبت كده الكوباية وطلعت بقى منها اللي هو التفل بقى بتاعها ده، وبحب بقى اعمل فيه كده صنفرة لايديا، ممكن كمان تعمليها لبشرتك، بتخلي البشرة ناعمة وحلوة ورايقة لو انتظمتي عليها. فانا بحب كده ان انا اعملها لايدي دايما، بحس بقى ايديا كده نعمت وبقت كده يعني بقى شكلها حلو فانتي لو كل يوم بتشربي قهوه او جوزك او كده، استغلي بقى كوبايه القهوه بتاعتك او بتاعته، واعملي بقى كده بيها سكراب كده لايدك،
فبتبقى حلوه جدا الصراحه. بس فهنضف بقى كده ايدي اهو. مرضتش بقى اعمل لبشرتي ان انا كنت حاطه ماسكه اصلا، كنت عندي برضو ماسكه صنفره ورحت حاطاه، فمرضتش بقى اعمل لبشرتي منها، عملت لايدي بس فغسلت كده خلاص كل حاجه، ومواعيني بقت خلاص نظيفه، وكل حاجه بقت عندي متظبطه. وهنا اللي برضو الاكل كده كمان عملنا بقى كده مع ماما تعاقد، انا عطيتها المحشي وهي عطتني كده التبادل يعني وهي عطتني حبه طاجن بطاطس اللي هي كانت عاملاه، والفراخ مرضتش اسلقها لان احمد كان معدته تعبانه كده شويه، مرضتش اسلقها، مرضتش احمرها. وبكده خلاص بقى الفيديو بتاعي كان خلص معاكم. ما تنسونيش كده بدعوه حلوه وكمان بالصلاه على النبي، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اسيبكم في حفظ الله، مع السلامه.